ظاهرة منتشرة جدًا ما بين الشباب إنك لمّا تنام عن صلاة أو الصلاة ديّة وقتها يروح عليك، فأنت تصحى وما تصلّيهاش، وللأسف ما حدش عارف هو دوّة صح والّا غلط، وهل اللي أنا باعمله دوّة صح والّا غلط. كمّل الفيديو ده للآخر يا حبيب أخوك عشان تعرف حل الأمر ده إيه بالدليل وبكل شيء. عارف بقى إيه أرعب من إنك ما صليتش الصلاة ديّة؟ من كده إن أنت صحيت من النوم و ورُحت كُلّيتك، رُحت ميعادك، رُحت مدرستك، أو رُحت أي حاجة من الكلام دوّة، وتركت الميعاد اللي ربنا حاطّه لك في اليوم عشان تعبده فيه، ورُحت وأثرت الأمور الدنيوية ديّة عشان تروحها وتقول اللي أنا خلاص بقى أبقى أجيبها في وقت تاني، أو أبقى أجمعها مع أختها تاني يوم. مرعب، الأمر مرعب، ويعني أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعًا يا رب. أولًا كده يا حبيب أخوك الأمر دوّة خطأ تمامًا، أمر إن أنت تصحى من النوم وتقول اللي أنا مش هاصلي وبإذن الله هاجيبها تاني يوم، هذه ظاهرة منتشرة ما بين الشباب كده ومخطئة تمامًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك." لا كفارة لها إلا ذلك، يعني ما فيش أي حاجة هتعوّض الأمر ده غير إن أنت تصلي أول ما تفتكر. طبعًا بعذر، العذر اللي هو مثلًا الصلاة راحت عليَّ من غير قصدي، مثلًا نوم، عذر شرعي جدًا يعني إيه ما اخلّيش الشغل اللي هو ممكن يتأجل، اللي أنا مثلًا أأثره على الصلاة، أو اللي أنا أخلّي مثلًا مذاكرتي فوق الصلاة، أو الكلام دوّة كلّه مخطئ تمامًا. وقال الله عز وجل: "ورجال لا تلهيهم تجارة ولا لهو عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار." كما قلنا يا أخي هذا الأمر مخطئ تمامًا، أمر اللي أنت تأجل صلاة من الصلوات، تمام كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها." أنت وارد اللي أنت تنسى، وارد اللي أنت تنام عنها ولكن تأجلها بعد هذا الأمر، فهذا الذي لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: "ليس التفريط في النوم ولكن التفريط في اليقظة." يعني أنت التفريط اللي أنا بافرّط في الصلاة دوّة بيكون في اليقظة وأنت صاحي، أمّا وأنت نايم أنت مش بتفرّط، لأن أنت أصلًا خارج وعيك يعني. فدي لازمًا إن إحنا نفهمها جدًا يعني، لأن الله عز وجل قال: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا." غيًّا يعني وادي في جهنم، قيل أنه وادي في جهنم تشتكي الأودية من حوله من شدة حرارته. فسبحان الله، يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قالوا إن أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ديّة اللي هم مش تركوها جحودًا أو تركوها خالص، لأ، ده أخّرها بس عن وقتها، أخّرها عن وقتها. في الآية الأخرى: "الذين عن صلاتهم ساهون." والذين عن صلاتهم ساهون، دول برضو أخروها عن وقتها. قال ابن عباس: الذين يؤخرونها عن وقتها ويخرجونها عن وقتها بدون عذر. وفي كلام كبير قوي في الفقه عن اللي هو أصلا بيخرج صلاة بدون عذر عن وقتها، قيل إنها شرك كمان. الله عز وجل العفو والعافية. يا أخي الصلاة هي الوحيدة اللي لو ضاعت أقسم بالله هتضيع كل حاجة، رزق، مال، شغل، تعليم، كل دوت هيضيع لو ديت بس اللي ضاعت منك. هيأتي إليك الوحشة ويأتي إليك الاكتئاب ويأتي إليك إن أنت مش حابب إن أنت تقعد مع نفسك من الخنقة. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكا." الضنك هو اللي انت بص، انت مش طايق ان انت تقعد مع نفسك، في وحشه كده في صدرك، في حاجه انت حاسس بيها بس مش عارف ان انت تشتكي منها. هو ده الضنك، هو ده الضنك. وممكن الضنك في الرزق والضنك في المعاملات وكل دوت يا اخي. اسال الله عز وجل ان يوفق اللي انت تعبد ربنا 5 مرات في اليوم، واللي هي ان انت اول ما تصحى من النوم ضاعت عليك صلاه تجيبها على طول، لان الامر ده يا اخي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بنكرر برضو الحديث: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. والفيديو دوت اصلا معمول عن الموضوع ده، لان انا الموضوع لقيته منتشر فقلت يعني يمكن حد يعني استفاد من هذا الفيديو. الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.